والسلام عليكم ورحمة الله. معكم قناة شنوت الثقافية في الفيديو الخامس لهذه القناة. ومن اليوم أحببت أن أغير موضوع القناة من الكوميديا إلى المعلومات الثقافية. لكن قبل أن أبدأ بالحلقة يجب أن أشرح لكم سبب تغييري لهذه القناة. فلنبدأ. إن السبب الأكبر أو هو السبب الوحيد لتغييري لموضوع هذه القناة هو الكومنتس الكارهة لفيديوهات القناة. رغم أنني كتبت في كل وصف لكل فيديو أنني لا أقصد ما أقول، وكل ما في الأمر هو الكوميديا ورسم البسمة على أفواهكم، لكن على الأغلب لم يقرأ أحد هذا الوصف. التعليق الأول كان على أول فيديو لي في القناة، ويقول: أقول لك نصيحة، مدام قعد شنو بأول حلقة بالقناة، اغلق القناة أحسن لك. وهذا ما هو بتعليق شاغل بالك إلا جو، الهي نفسك بشي ثاني أحسن لك لأنك فاشل واع. لا، لأن هذا من حسدك. الجو شخصية وأسلوب راقي، ليش ما تعمل مثل حلقة وتورينا شكلك؟ على كيفك أخ فاضي. فاضي أعتقد أنت فاضي. أحس مرته جاي تدافع عنه، يعني مو ما عبالك واحد غريب. أعصابك حبيبي، والله ما قصدي شي، يا إذا تريد أمسح لك الفيديو بس لا تضوج. التعليق الثاني من عبد الله ومحمد، يقولون: أنت شلك غراض يعني مو غرض واحد، أعتقد أكثر من غرض بيهم. لو أنت تريد بالألف عندك مشتركيت تصوير ميات بهم، أكيد ميات بالعربي، ميات. التعليق الثالث من عين أي، هذا باسورد مو اسم، خابص روحه كيفهم ينشرون. أوكي، شكرا لك أخ عين أي، بس مثل ما قلت مجرد ضحك لا أكثر. أما التعليق الرابع من زنوبة الوقحة، تقول: أنت شاليك تروح فدوى المصطفي. مصطفي ليش؟ مصطفي حبيبتي زنوبة، إذا تريدين حتى امسح القناة الخاطرك. على العموم أعتقد هاي كل التعليقات الموجودة. أعتقد بعد أكو تعليق واحد يجوز. أما التعليق الأخير يقول: أحسن منك يا. شكرا على أخلاقك اللي عكستها إنه، وشكرا على حسناتك همين. بس أريد أعرف شنو اسم هذا الشخص. ثقافة العالم. حبيبي شكرا على ثقافتك. لا، وحاط صورة ابنه بعد بالبروفايل. والله ما أعرف شو أقول لك، بس مثل ما تعرف المسبة الرد على صاحبها. أوه، استغفر الله يا ربي. أوكي، نرجع من جديد. إخواني وأخواتي، أحب أن أقول لكم، أو تريد الصدق؟ كافي خريطة معلومات ثقافية، كافي عربي فصحى، شو أحكي على أي واحد وبكيفي، وفن اللي يوقفني. لا صدق، نرجع للجد. ترى الصراحة أنا ما عندي أي مشكلة إنه تحجون علي مدام تعبرون عن رأيكم، لأن هذا اللي جاي أسويه أنا ويا اليوتيوبرز الآخرين. لكن يعني ماكو ولا مدح ولا واحد، يعني ولا تشجيع، وش دعوة، يعني مو لهالدرجة أنا سيء. شنو؟ ما جاي أسمع. أكو ناس معلقت لي ومشجعتني؟ صدق تحكي؟ وينهم؟ يا الله، وأخيرا تحقق حلمي. أكو ناس تحبني، تحب فيديوهاتي العاوية. لا جديات، هذول أشخاص يعني أريد أشكرهم الشكر الجزيل لأن حبوني وشجعوني على الاستمرار. يعني والله ما أعرف شو أقول. طبعا أكيد راح هواي يقولون هذول أصدقائك، رغم أنه أنا والله ما أعرفهم، لكن طز بالكل. أهم شي هذول، أحبكم. لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء، من قلبك الحريري لا تقطع الرجاء، إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. في النهاية أحب أقول شكرا الفانزاتي.
وشكرا لكل من سوالي لايك وسبسكرايب، وآسف جدا تأخرت عليكم، كنت أشير الفيديوهات أنا وأصدقائي بجروبات بالفيسبوك. أتمنى إذا عجبكم الفيديو أو أي من الفيديوهات السابقة شير الفيديو حتى لو على صفحتك بالفيسبوك، بالإنستغرام، بتويتر، بأي مكان بالسوشيال ميديا، لأن الصراحة أنا محبط معنويا واحتاج تشجيع. في النهاية لا تنسى أنت تسوي سبسكرايب وتسوي لي لايك. إن شاء الله باكر راح أسوي فيديو جديد بطلة جديدة، يمكن شفتوها أنتوا هسه بالقناة، مع خالص حبي وشكري لكم كلكم. أخوكم شنو.